خوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير كما العادة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي اليوم ان شاء الله كيبان لي بانه مغاير على الفيديوهات اللي موالف كندير، ولكن دعت الضرورة انني نديرو. المهم ما علينا. مؤخرا واحد السؤال اللي كيتذكر وكيتعاود، سواء من ناحيه وغالبا ماشي سواء ولكن غالبا في لي كومونتير ديال لاشين، يعني كيسولوا على الدبلوم اللي عندي ولا قرايتي ولا لا فورماسيون كي كانت عندي، باش انني يعني بغاو يعرفوا واش كنهضر، يعني واش كاينه شي باز على اش كنهضر ولا غير كما كنقولوا داوي خاوي. ما علينا، انا هكا حسب السؤال، ولكن بغيت ندير واحد التوضيح ونعطيكم يعني جوانب من الحياة ديالي ولا من الماضي ديالي كي كان. يعني وكنظن هذه المسألة هذه كاين اللي غياخذها بعين الاعتبار على اساس انها يعني تجربة كتحفز باش اننا نزيدو للقدام، وكاين اللي غادي يلقى فيها تناقضات ولا ان يكون عنده رأي مغاير، والاراء كاملة تحترم ومرحبا بالجميع. نبداو بسم الله وعلى بركة الله. بالنسبة لي انا شكون انا؟ عادي، عبد ربي واحد بحالو بحال اي واحد. اسم ديالي عبد العالي جدية. المهم راه عارفين الناس اللي كيعرفوني قبل ولا اللي متبعين من لاشين من القديم زعما. وبالنسبه لي انا حاليا شاف ديال، يعني سو شاف ماشي شاف، سو شاف مع اوريجينال جوز وواحد لا فرانشايز اللي عندهم جوج ديال لي ريستورون ديال نفس الاونر، يعني نفس المالك ولا نفس الباترون. عنده جوج ديال لي ريستورون هنايا في كندا في كيلونا، ونيت هو اللي جيت معاه لهنايا. ما علينا، هذا يعني ممكن نخليوه في حديث اخر، ونزيد نقربكم اكثر على الماضي ديالي ولا لا فورماسيون ديالي. ولد الشعب، انا ولد الشعب، يعني خلاقيت في مكناس في حومه شعبيه وكبرت في حومه شعبيه، وحتى فاش تزوجت رحلت وسكنت في حومه شعبيه. الحمد لله ولد الشعب، يعني ماشي شي واحد اللي خلاق ولقى عنده شي ورث، لقى عنده كما كيقولوا فمو معلقه ديال الذهب، ولكن الحمد لله كنا عايشين بخير، ما خصنا حتى شي حاجه، جايبين رزقنا الحمد لله بالحلال، واللهم لك الحمد. كبرونا والدينا على هذه الثقافه هذه، ونتمنى من الله حتى حنايا نكبروا وليداتنا عليها ونتوفقوا في هذه المسيره هذه. خلاقيت في واحد الحومه سميتها توارقه في مكناس. كبرت في البرج المشقوق اللي دابا سميتو حي التقدم. يعني القرايه ديالي ابتدائي ولا الثانوي ولا الاعدادي ولا الثانوي كاملين قريتهم مع الدوله، وحتى التكوين ديالي في الفندقه قريته مع الدوله. الحمد لله ما كانش زعما شي توجه باش انني نقرا في شي ايكول بريفي. كم عارفين الخوت، يعني ما كانوش الامكانيات باش اننا نمشيو لايكول بريفي. حتى انا راه كنت في الصغر ديالي كانت الامنيه ديالي انني يجي عندي الترونسبور ديال المدرسه للدار ويهزني، كما كنت كنشوف الناس بشحال هادي. كما كيقول واحد الصديق ديالي واحد المراكشي كيقول كما ولاد الغناضر. الحمد لله حنايا كبرنا من عائله متوسطه. الوالد ديالي كانوا عنده واحد الحوانت ديال واحد ديال تبقالت واحد ديال الخضره. شاف الامور جالسه بدات كتقرا في المغرب، مشى حرق لفرنسا مده ديال 4 سنين. كبراتنا الوالده، وكانت الحمد لله التربيه ديالها والطريقه باش رباتنا يعني كانت فيها صرامه، واللهم لك الحمد. وصرامه كانت ناجعه، الله يخليها لينا ويخلي لكم جميع مواتكم، واللي توفى الله يرحمه ويولي برحمه الله. ما علينا، كما قلت لكم كبراتنا الوالده. الوالد من موراها بواحد 4 سنين الوالد رجع. المهم عشنا حياتنا عادي. كما قلت لك قريت القرايه ديالي، انا وصلت ديت البكالوريا ديالي في عام 2000، يعني بكالوريا في سيونس اكسبيريمونطال، علوم تجريبيه، في دوك التسميات اللي كانوا قبل. دابا راه بزاف ديال الاسماء تبدلوا. من موراها دوزت تقريبا عام في لا فاكولتي دي سيونس في سميتو في مكناس. عام ما جابش الله، اصلا ما كناش مسوقين للقرايه.
واحده من الطرائف اللي وقعت لي في حياتي هو انني كنت من الصيف للصيف، يعني راه من الصغر، من الصيف للصيف كنت كنمشي كنتعلم ميكانيسيان. كنت بديت في الاول مع خالي عنده ميكانيسيان ديال البوالور الكاميوات، ومن موراها مشيت بديت تعلمت مع ناس اخرين، عاوتاني دوزت في دي زاتولي وحدين اخرين، ولا كما كنقولوا في كراجات وحدين اخرين. يعني في ديك الوقيته حتى انا كنت كنتخلص مره في السيمانه كتعطيك واحد 10 درهم ولا 20 درهم، راه كتبغي طير من الفرحه، وهذيك هي اللي كتمشي بها الحبه متقادات. الواقع هو هذا. من موراها خوتي المهم تعلمت عاوتاني ديك الصنعه ديال النظام ديال العيالات. النظام ديال الحرير اللي كانوا كيتصايبوا ديك الساعه 100 درهم 120 درهم، ولا دوك ديال التوب ديال 50 درهم 40 درهم كنت كنصايبهم. والحمد لله من الفلوس ديال هذوك النظام، انا تنقول لكم من الفلوس ديال هذوك النظام جمعت تقريبا واحد 5 المليون. ديك 5 المليون كملت لي الوالده باش شريت بها الماتيريال ديال ديسكور ديتشي. وبديت كنخدم العراسات المناسبات، المهم ناشطين وصافي. المهم راه حنا عايشين هكا فين دوزنا ايام الشباب ديالنا الحمد لله. من مورا عندي واحد العم ديالي ملتزم، يعني جا لعندي قال لك هادشي كدير حرام وشطيح والعالم راكم عارفين، يعني كل واحد وشنو وجهه النظر ديالو. كاين اللي غادي يكون كما قلت لكم يكون موافق على هذه المساله هذه، كاين اللي غادي يكون واخدها ضد، ولكن كما قلت لكم الاراء كامله تحترم. جا عندي المهم حاول يقنعني باش انني ندفع المدرسه الفندقيه. بالفعل دفعت المدرسه الفندقيه وبديت دوزت الامتحان لا ليكري لا لورال، الحمد لله توفقت ونجحت فيهم. واللي خلاني مشيت لتما هو الطمع. طمعوني نهضر معكم بصراحه، قالوا لي راه اللي كيقراو مزيان وكيجيو الولاد كيمشيو يدوزوا ستاج في المانيا. انا قسمت بالله كنت عوال غادي نقرا ستاج اللي غادي نمشي المانيا، هذيك الطياره اللي داتني ولا داك الباطو اللي داني والله ما يرض، تما غادي نحرق ونجلس. واش انا وصلت لالمانيا نعاود نرجع للمغرب شويه لاباس. كنا ما علينا، مشيت قريت الحمد لله توفقت وجيت الاول، يعني الحمد لله. صراحه جاتني القرايه ساهله، جيت الاول. موراها كان تواصل معايا الديريكتور ديال المعهد، قال لي راه مادام انك جيتي الاول، نتوما 5 الناس اللي جيتو الاولى وعندك شهاده البكالوريا ديالك، غادي تمشيو تكملوا القرايه في الجابون. خوتي شفتكم نتوما ما شفت الجابون، هادشي اللي كاين. شنو وقع الله اعلم. صافي بديت خدمت مع اوتيل شالوكا في ارفود، دوزت معهم تقريبا واحد شي شهر ولا شهرين. من موراها هبطت لمكناس، عيطوا لي لوفر ديال مرجان، كنت تقيد في لانابيك، دوزت لونتروتيان في مرجان، نجحت الحمد لله. عيطوا لي مشيت بديت في مرجان ديال حي الرياض في الرباط مده ديال 3 شهور. رجعنا لمكناس، المهم خدمت في مرجان ديال مكناس اللي الاول ولا كما كيقولوا لي مرجان الكبير مده ديال 8 سنين ونص. كنت خدام في لا بولونجري باتيسري، وكنت في البوست ديال لا فينوازري، اي كل ما يخص لي بون شوكولا لي كرواسون. ممكن كنخدموا بلا باطا كرواسون ولا بات فويت، هذا هو داك البوست شنو كيكون فيه. شاءت الاقدار وانهم غادي يحلوا المرجان الثاني في مكناس. دفعت على اساس انني نمشي له على اساس شاف. المهم مشيت له، ولكن ما كنتش شاف في الاول، كان واحد صديق ديالي واحد رشيد الخلفاوي الله يذكره بخير. من موراها بشي 3 موا فاش بديت معاهم تما عاوتاني رشيد يعني سهل الله ومشى لخدمه واحده اخرى، بقى البوست خاوي. عطاوني انا شديت البولونجري باتيسري، شاف ديال البولونجري باتيسري، بقيت فيها مده تقريبا ديال 4 سنين. المهم التوتال ديال المده اللي دوزت في مرجان كانت 12 عام ونص. ولكن بموازاه انا مع الخدمه ديالي في مرجان، حيت مرجان بديت فيه من 2005 حتى ل 2017، من 2005 حتى ل 2017. هاد المده اللي دوزتها في مرجان يعني كنت اون باراليل، كنت كنقري في ديزيكول بريفي ابتداء من 2007. بديت كنقري في ديزيكول بريفي. هاد القرايه في لي زيكول بريفي حتى هي نفعتني بزاف وخلاتني ما ننساش الكوزينه، بحكم انني كنت في لا سبيسياليتي اللي خدام في مرجان، يعني خدام في لا بولونجري باتيسري يعني راه ما كايناش كوزينه، راه كتخدم اي حاجه ديال الباتيسري. هادشي اللي كاين. الوغ خلاتني بقيت شاد في هذا الدومين ديالها، وزدت عاوتاني طورت من راسي يعني، وبديت يعني في داك لي زيكول ما كنقريش غير الكوزينه، كنت كنقري لوطيلغي اون جينيرال. بديت مع ايكول استيب، من الايكول استيب عاوتاني بديت مع ليكول ديال سنتيسي اللي دابا سميتها او ا تي اش.
وكنت كنقري في واحد ليكول سميتها ارسات في ازرو. كنت كنمشي هذيك كنقري فيها نهار في السيمانه، من الخميس للخميس كنمشي لتما. المهم هكا كانت حياتي، هكا حياتي كانت. هادشي اللي كاين. يعني ما كاينش ني غيان ني بلوس، ما كاينش زعما شي حاجه اللي تقول انه يعني راه عنده شي مستوى تعليمي عالي بزاف ولا شي حاجه. باكالوريا ومشيت قريت في المدرسه الفندقيه وخديت ديبلوم ديال تكنيسيان في لا كويزين، تكنيسيان كويزيني. هذا هما المؤهلات اللي عندي. بديت يعني فاش بديت الاجراءات هنايا باش نجي لكندا. يعني راني عاودت لكم القصه ديالي كي درت جيت. يعني راه داكشي اللي قلت لكم تما راه هو اللي كاين. يعني بحكم ان الاكسبيرونس اللي كانت عندي في المغرب، يعني مع مرجان. من المرجان في 2017 مشيت للتكوين المهني في ليزيا او ام، هي مدرسه ديال الفلاحه في مكناس في طريق الحاج قدور. هذه المدرسه هذه فيها لانترنا، وكنت انا كيفيزيني دانترنا. خدمت تما مده تقريبا ديال عامين، ومن تما جيت بحال لهنايا. هذا هو لو باركور بروفيسيونيل ديالي. فاش جيت لهنايا بديت مع هاد الناس هادو لاين كوك، يعني طباخ عادي. يعني كنتي في درجه ديال شيف وليتي هبطتي لطباخ عادي. ومن تما عاوتاني بدات عاوتاني انطلاقه من الجديد. بديت معاهم يعني من مور لاين كوك تاع سوبرفايزر. انا دابا سو شاف اللي غادي نقول لكم اول مره غادي نقولها لعباد الله، سواء راه حتى محد لماني نضر مازال ما عارفيناش، الوالدين ديالي راه مازال ما عارفيناش. كما قلت لكم يعني مازال ليا معاهم هاد السيمانه، هاد لا سيمين هادي، يعني السيمانه اللي داخله، يعني ابتداء من يعني 19 نهار 19 غيكون هو اخر نهار مع هاد الناس ديال اوريجينال جوز. حيت الحمد لله دبرت في خدمه واحده اخرى، راني سو شاف مع واحد ريزورت، واحد الاوتيل كبير كاين هنايا في ويست كايلونا سميتو لاندين كيتشن اند بار. المهم انا غادي تما ان شاء الله، يعني وحياه وحده اخرى واكسبيريونس وحده اخرى وتشالنج كما تنقولوا واحد اخر. نتمنى من الله التوفيق ليا وليكم ولجميع الناس اللي باغيين يشقوا حياتهم. الميساج ديالي من هاد لا فيديو هادي، انا كنقول بانه انا ما عرفتش علاش ولا ما محله من الاعراب يعني السؤال على هاد المساله، ولكن كل واحد كيعرف كيبغي يعرف راسو مع من كيتعامل. انا بصفتي الحمد لله كتاب مفتوح يعني وترونسبارون، يعني هي كاينه شي حاجه راه كاينه، ما كايناش راه ما كايناش. انا عاودت لكم دابا القصه ديالي ولا لو باركور ديالي ابتداء منين كما كنقول منين خلاقيت في توارقه حتى دابا انا عايش في كيلونا في كندا. المهم اللي اي واحد شاف هاد التجربه هادي يعني فيها واحد التحدي، ياخذ بها. اللي شايف هاد التجربه هادي انها بانال ما عنده لا شي ياخذ من ما فاتو حتى شي حاجه، نساها. يعني انا ما نحفزكش باش انك تاخذ شي حاجه اللي ما استفدتيش منها. الا كنتي مستفد انت الا خديتيها بعين الاعتبار، ما استفدتيش نتايا حور ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. حاجه واحده اخرى كما شفتوا كاين اللي كيقول بين قوسين، هذه بين قوسين غادي نقولها لكم على راسي انا. ما كنحاولش نشكر راسي، ولكن كنقول لكم واحد الميزه فيا انا. هو شنو؟ كيقول لك المثل خدم يا صغري الكبري، ياك؟ انا ماشي من داك النوع اللي غادي يجي ويبقى يجلس ويبكي على الاطلال. هاد الدوله ما عطاتنيش، انا ما درت والو، شبابي مشى. لا، خدم وتقاتل، ولا وصلتي شي حاجه راه ربي بغاك توصل ليها بلا هضره بلا كلام. خلينا من داك البكاء على الاطلال واننا نبقاو نعلقوا العكس ديالنا على حاجات وحدين اخرين ولا نعطيوها اعذار واهيه. ولكن غادي نقول لكم الصراحه اخوتي، انا ماشي واحد الشخص اللي كيجلس نضرب معكم نيشان، يعني راه كما كنقولوا نجيبها من فم السبع. اللي خلاني يعني شحال من واحد قال لي 12 عام في مرجان وكنتي بالوريقات ديالك ومرسم وهادي ومالك خرجتي وهادي، نقول لكم بالصراحه اخوتي راه تقط ما كيمشي من دار العرس. اخر ايام ولا العامين الاخيره في مرجان راه كانت لا تطاق نهائيا. صافي واحد الستريس راه ديال الدنيا والدين، يعني راه كتلقى راسك بلا بديت كتمرض في صحتك. راه الا الحمد لله دوزتيها يعني تغلبتي عليها وما ضربتي حد،
ما خرج فيك مرض خايب، ما هادي الحمد لله دازت. وكل مرحله في الحياه راها درس، كل مرحله في الحياه درس. وهذاك الشيء اللي وقع في ديك العامين الاخر هذا مرجان علمني بزاف ديال الحاجات. وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني واحد الحاجات تعلمتهم مزيان، تعلمتهم مزيان، وهما دابا هنا صافي. هادو ما تعاودش دوز عليا، ما تعاودش دوز عليا داكشي اللي داز عليا في مرجان، ما تعاودش نهائيا. علاش؟ حيت ولا عاوتاني كاركتر واحد اخر، تعامل واحد اخر. وكان واحد في الاول كان تقييم للناس انطلاقا من العاطفه، في حين انه كانت كتغلب عليا العاطفه بزاف. نهضر معكم بصراحه، كاين حاليا دابا لا، العاطفه ما غاداش. العمل عمل بوحدو، العمل بوحدو. كنصح اي واحد يدير هذه المساله هذه، حيت راه مزيانه لا ليك لا للناس اللي غيكونوا معاه. شي حتى دوك الناس اللي غادي تتعامل معاهم باسلوب عملي، راه الا ما فهموكش في الاول راه غيفهموك من بعد. علاش؟ حيت الامور غادي توضح، وكل واحد كيبقى يدير اللي عليه وياخذ اللي عليه. هادشي اللي كاين صافي. الدنيا فيها خذ وارى، هادشي اللي كاين. خوضوا بهاد القضيه هادي ديال الحاجه، استافد منها تبارك الله. ما فيهاش الافاده حيد. كيقول لك واحد المثل مغربي، اللي ما فيه ينفع دفع، حيد عليك. وهذا الشيء اخوتي اللي طبقته، ودابا انا مطبقه حاليا، مطبقه مع اي مكان، اي واحد، سيرتو في ميدان العمل ديالي. صافي حيت صافي خدمنا العاطفه وما صدقاتش مع ولاد الجلده ديالنا، مع ولاد بلادنا. ودابا وسواء نخدم في المغرب، نخدم في اي بلاصه، عندي كاركتر واحد. شنو هو؟ العمل اولا، الصداقه ولا اي حاجه ملي كنفوتوا الباب. بوين فينال، بغيني ولا كرهني انت حر. انا كندير خدمتي وانت غادي دير خدمتك، حيت كاملين كنتخلصوا باش نديروا خدمتنا. صافي، حتى واحد ما يتجمل على الاخر. بوين فينال. وهذه كانت هي اخر ما في هذا الفيديو. انا خربتكم اكثر ليا، وانتم عرفتوا بزاف من الجوانب الحياه ديالي، ولا من جوانب الماضي اللي كان عندي ديال الماضي العملي. اما الماضي الشخصي راه كل واحد حر في الماضي الشخصي ديالو، بغا يبارطاجي ما بغاش يبارطاجيه، كل واحد. هذه مسائل اراء شخصيه، كل واحد كيتحمل مسؤوليته في قراراته. خوتي تهلاو ليا في راسكم، ونقول لكم يعني رمضان على الابواب. رمضان مبارك سعيد، اللي يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وبشركم مبروكه. نتمنى لكم التوفيق، وتهلاو ليا في راسكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.